و21 سنة. ده الكفاح اللي هنشوفه على مدى 90 دقيقة أو أكثر من 90 دقيقة إذا تعادل الفريقين. هيبقى في وقت إضافي بتوسطهم 3 حكام إيطاليين، كابتن محمود عثمان الحكم الرابع. بيتقدم نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين بياخذ تحية المقصورة، ثم يتجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة إلى جمهوره اللي واخد النصف الأيسر من هذه المدرجات. ايضا النادي الاهلي بيتقدم لياخذ تحيه المقصوره ويتجه الى جماهيره لاعبي جيله تلامذتي كابتن محمد الجندي وكابتن حسين مطلوب وكابتن فؤاد صدقي علاء عبد الصادق طه هشام ياكن بره الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. بدر رجب طويلة لعبة جامدة وجول. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقايق حمادة مرزوق بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي. تصبح نتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء بيحرزه حماده مرزوق بعد مضي 3 دقائق. فاروق جعفر مباراه بدايه سريعه، وده احنا شفنا الجول الاول للنادي الاهلي. اللي جاب الجول محمد عبد العزيز اللاعب رقم 8. محمد عبد العزيز من النادي الاهلي هو اللي جاب الجول الاول. وجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقة 4 يجي جول التعادل. هنشوف جول النادي الاهلي اهو مع بعض تاني. جامده حماده مرزوق اللي جاب الجول. حماده مرزوق جاب الجول النادي الاهلي اللاعب رقم 13. وادي الزمالك بيجيب هدف التعادل ويبقى 1-1 في 4 دقايق. بدايه سريعه زي ما قلت لحضراتكم من الفريقين. كفاحهم شايفين اعضاء الجهاز الكروي المسؤول. مضي 3 دقائق ثم احرز فاروق جعفر هدف التعادل للزمالك بعد 4 دقائق. ضربه ركنيه هيلعبها بدر رجب. بدر رجب عاليه وتفوت تتلعب جامده وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. الجول الثاني للنادي الاهلي. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه. محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. محمد السيد قاعد في الارض شايفينه اللي هو في وسط زملائه بعد مضي حوالي 11 دقيقه. 11 دقيقه بيجيب محمد السيد الجول الثاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجه تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. بتنقل تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول. بتنقل ناحيه محمد سعد انما تطول وتطلع بره ياخدها محمد حلمي بيمشي يلعبها بالعاليه وكوارشي بيحطها جوه الجول. كوارشي بيحطها جوه الجول بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد مضي
حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجة 2-2. هنشوف الجول مرة ثانية. بيمشي محمد حلمي يلعبها عالية، كوارشي بيقابلها بيحطها على طول. عاطف العباني ياخدها بد، لعبها اماميه بيجري بيها بسرعه، بيستنى وبيمشي، لعبها عاليه حط جوه الجول. يا سلام، الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول، اجوال حلوه بنشوفها النهارده. وبيجري بيخش مره ثانيه. طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 5 دقائق من بدايه الشوط الاول. هنشوف تاني طارق خليل لاعب رقم 12 اللي هو اخو احمد خليل، علي خليل لاعب زمالك. هنشوف دلوقتي الجول اللي جه عاليه وبيحطها ازاي، بيلعبها اماميه طويله وفي استقبالها وبيصفر الحكم الدولي الايطالي لويجي كارلو ضربه جزاء لنادي الزمالك. اعتقد سعيد الجداي هو اللي بيلعبها. احمد شوبير واقف، فاروق جعفر وبيمسكها احمد شوبير بينقذ هدف اكيد للنادي الاهلي. الزمالك بنسمع صفافير كثيره جدا وتوصل لكوارشي يحطها فوق العارضه. كرة غير معقوله، كوارشي بيحطها فوق العارضه تخبط في احمد شوبير وتطلع بره الملعب. فرصه من الفرص، هنشوف الكرة دي مره ثانيه. كوارشي بينطلق من الخلف وبيصلحها لنفسه بيلعبها. شوبير بيطلعها بره ملعب كورنر. مجهود كبير جدا من شوبير وتتلعب جامده عاليه فوق العارضه. حكم الدولي الايطالي حسام حسن بيمشي وبيلعبها عاليه تضرب في العارضه. ناصر واقف ما عملش حاجه، انما هتتلعب وتمشي مباشره لنادي الزمالك. في لاعب من الزمالك انطرد، لاعب رقم 18 ايمن يونس ضرب لاعب من الزمالك وبينطرد بره الملعب، وبكده يبقى نادي الزمالك هيستكمل من وراه ب10 لاعبين. مضى من الوقت الاضافي الثاني 4 دقائق لاشرف قاسم تتاخد منه وتوصل الى احمد جمال بيفوت من 3 وبيمشي ولوحده للجون وماشي، انما تطول منه وتروح لناصر عبد اللطيف. فرصه ثانيه بيقع اهو بيندب حظه، انما رجله الظاهر مشدوده، شد عضلي ترجع ورا لاحمد شوبير. 68 عندما فاز ريعو وعلو مطر والسايس الجوهري بيحمله لاعبو الاشبال على الاكتاف ويتوجهون به الى مدرج جمهور النادي الاهلي. وهكذا تثبت الايام ان الشباب هم عدة. عبد اللطيف في راس المرمى في الزمالك محمد صلاح وهشام يكن وسعيد الجدي وبدر حامد وفاروق جعفر واحمد عبد الحليم واشرف قاسم وطارق يحيى وايمن يونس وكوارشي. تخيلوا الاسماء دي قدام الاسماء دي. المهم انا يوميها رحنا اتمرنا خارج النادي، اتمرنا في مركز شباب الجزيره، والكابتن جوهري مرنا على مصات التسلل. صوره ثم اتجه
الى مدرجات الدرجة الثالثة، الى جمهوره اللي واخد النصف الايسر من هذه المدرجات. ايضا النادي الاهلي بيتقدم ياخذ صحيح المقصورة ويتجه الى جماهيره ولاعبي جيله. كان من بين تلامذته كابتن محمد الجندي وكابتن حسين مكروه وكابتن فؤاد صدقي. بدر رجب طويلة لعبها جامدة وقفت. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقايق حمادة مرزوق بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي. تصبح نتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء بيحرزه حمادة مرزوق، هو اللي جاب الجول الاول. وجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقه. تفاحوا شايفين اعضاء الجهاز الكروي المسؤول مضي 3 دقايق، ثم احرز فاروق جعفر هدف التعادل للزمالك بعد 4 دقايق. ضربه ركنيه هيلعبها بدر رجب. بدر رجب عاليه وتفوت تتلعب جامده تتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه. محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي. محمد السيد قاعد في الارض شايفينه اللي هو في وسط زملائه بعد مضي حوالي 11 دقيقه. 11 دقيقه بيجيب محمد السيد الجول الثاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجه تقدم النادي الاهلي 2-1. هنشوف الجول مره ثانيه بتوصل لمحمد السيد وبيحطها جوه الجول ناحيه محمد سعد، انما تطلع وتطلع بره ياخدها محمد حلمي بيمشي لعبها بالعاليه وكارشي بيحطها جوه الجول. كارشي بيحطها جوه الجول بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 20 دقيقه. 20 دقيقه كارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجه 2-2. كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك وتصبح النتيجه 2-2. هنشوف الجول مره ثانيه بيمشي محمد حلمي لعبها عاليه كوارشي بيقابلها يحطها على طول. عاطف الأباني تاخدها بدر لعبها اماميه بيجري بيها بسرعه بيستنى وبيمشي ولعبها عاليه حط جوه الجول. يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول اجوال حلوه بنشوفها النهارده وبيجري بيخش مره ثانيه. طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 5 دقائق من بدايه الشوط الاول. هنشوف تاني طارق خليل لاعب رقم 12 اللي هو اخو احمد علي خليل لاعب زمالك. هنشوف دلوقتي الجول اللي جه عاليه وبيحطها ازاي بيلعبها اماميه طويله وفي استعمالها وبيصفر الحكم الدولي الايطالي لويجي كارلو ضربه جزاء لنادي الزمالك. اعتقد سعيد الجداي هو اللي بيلعبها. احمد شوبير واقف فاروق جعفر
وبيمسكها احمد شوبير. احمد شوبير بينقذ هدف اكيد للنادي الاهلي. الزمالك بنسمع صفافير كثيره جدا وتوصل لكوارشي يحطها فوق العارضه. كوره غير معقوله، كوارشي بيحطها فوق العارضه تخبط في احمد شوبير وتطلع بره الملعب. فرصه من الفرص، هنشوف الكوره دي مره ثانيه. كوارشي بينطلق من الخلف وبيصلحها لنفسه بيلعبها. شوبير بيطلعها بره ملعب كورنر. مجهود كبير جدا من شوبير وتتلعب جامده عاليه فوق العارضه. الحكم الدولي الايطالي حسام حسن بيمشي بيلعبها عاليه تضرب في العارضه. ناصر واقف ما عملش حاجه انما تتلعب وتمشي مباشره لنادي الزمالك. في لاعب من الزمالك انطرد، لاعب رقم 18 ايمن يونس. ايمن يونس ضرب لاعب من الزمالك وبينطرد بره الملعب، وبكده يبقى نادي الزمالك هيستكمل وراه ب 10 لاعبين. مضى من الوقت الاضافي الثاني 4 دقائق لاشرف قاسم. اشرف قاسم تتاخد منه وتوصل الى احمد جمال. احمد جمال بيفوت من 3 وبيمشي ولوحده للجون وماشي، لما تطول منه تروح لناصر عبد اللطيف. فرصه ثانيه بيقع اهو بيندب حظه لما رجله الظاهر مشدوده، شد عضلي ترجع ورا لاحمد شوبير. 68 عندما فاز ريعو وعلو مطر والسايس الجوهري يحمله لاعبو الاشبال على الاكتاف ويتوجهون به الى مدرج جمهور النادي الاهلي. وهكذا تثبت الايام ان الشباب هم عدة المستقبل وهم الامل في مستوى كروي افضل، ولذلك نحب ان احنا نهنئ النادي الاهلي في هذه